قدم السيد مصطفى التراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات أمام جلالة الملك نتائج البرنامج الاستثماري السابق للمجموعة الذي ارتكز على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة سنة 2012 والذي مكن من ترسيخ مكانة المجموعة بقوة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاج الأسمدة 3 مرات، مما جعل المجموعة اليوم أحد أكبر منتجي ومصدر الأسمدة الفوسفاتية في العالم. وقد اعتمدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات على قدرات البحث والتطوير التي تزخر بها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من أجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الصناعية والرقمية الجديدة، وتطوير الخبرات في مجال التقنيات المبتكرة للتسميد المعقلا القادرة على رفع تحديات الفلاحة المستدامة والأمن الغذائي. إثر ذلك قدم السيد التراب أمام جلالة الملك عزه الله البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال بفضل القيادة الرشيدة والرؤية السديدة لصاحب الجلالة نصره الله. ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية تهدف المجموعة إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027، وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وكذا تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري. وستمكن هذه الاستثمارات على المدى البعيد من وضع حد لاعتماد المجموعة التي تعتبر المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي على هذه الواردات، وذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمونياك الأخضر، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة وحلول التسميد الملائمة للاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع التربة والزراعات. وسيتم تعزيز هذا الطموح من خلال برامج دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الفاعلة في قطاع الطاقة والفلاحة، وهو ما سيساهم في بروز منظومة بيئية وطنية مبتكرة وخلق فرص جديدة للشغل والإدماج المهني للشباب. وقد خصص لهذا البرنامج الجديد الذي يهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات استثمار إجمالي يقدر ب130 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027، ويهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية وخلق 25,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر. الله يبارك فيك سيدي. نعم سيدي أعزك الله، ستوقع أمام جلالتكم نصركم الله مذكرة تفاهم بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات تتعلق بالبرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجموعة 2023-2027، يوقعها السيدة بوافي الفتيت وزير الداخلية، السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، السيدة ليلى بن علي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،
السيد محسن جازولي الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد مصطفى الطراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات. الله يبارك من سيدي. حضر هذا الحفل رئيس الحكومة ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة. En 2012, j'ai eu l'insigne honneur de في بداية هذا الحفل قدم مصطفى الطراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات أمام الملك محمد السادس نتائج البرنامج الاستثماري السابق للمجموعة الذي ارتكز على التوجيهات الملكية لسنة 2012، ومكن البرنامج السابق من ترسيخ مكانة المجموعة بقوة في سوق الأسمدة، حيث تضاعفت قدرات إنتاج الأسمدة 3 مرات، الأمر الذي جعل المجموعة أحد أكبر منتجي ومصدر الأسمدة الفوسفاتية في العالم. وقد اعتمدت مجموعة أوسيبي على قدرات البحث والتطوير التي تزخر بها جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية من أجل الاستفادة من الفرص التي تتيحها التكنولوجيات الصناعية والرقمية الجديدة. إثر ذلك قدم مصطفى الطراب الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات أمام الملك محمد السادس البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة أوسيبي الذي يهم الفترة 2023-2027، ويرتكز هذا البرنامج الجديد على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040. ويعتمد هذا البرنامج الجديد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة المغربية في هذا المجال. ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية تهدف المجموعة إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027، وستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر من أجل تلبية احتياجات المجموعة، إضافة إلى تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفات بالماء الصالح للشرب والري. وستمكن هذه الاستثمارات على المدى البعيد من وضع حد لاعتماد المجموعة التي تعتبر المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي على هذه الواردات، وذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة الهيدروجين الأخضر والأمونياك الأخضر. استثمارات هامة في الطاقات المتجددة ستمكن المجموعة من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة وحلول التسميد الملائمة للاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع التربة والزراعات. وسيتم تعزيز هذا الطموح من خلال برامج دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الفاعلة في قطاعي الطاقة والفلاحة. البرنامج الجديد الذي يهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية لمجموعة أوسيبي خصص له استثمار إجمالي يقدر ب130 مليار درهم، ويهدف هذا البرنامج إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70%، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية وخلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. نعم سيدي أعزك الله، ستوقع أمام جلالتكم نصركم الله مذكرة تفاهم بين الحكومة ومجموعة. ولهذه الغاية ترأس الملك محمد السادس مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن هذا البرنامج الاستثماري بين الحكومة ومجموعة أوسيبي. ووقع مذكرة التفاهم الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفات، ومن الجانب الحكومي كل من وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والماء ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسة العمومية. والسيد مصطفى الطراب الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفات. الله يبارك من سيدي.